اللهم بشرنا بجمال أيامنا القادمة، واجعلنا واثقين بك متوكلين عليك، واملأ قلوبنا بالسكينة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ رب تكونوا في اتم صحه وحال، راحت بالي رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مره تشوفوا القناه فعلي حالا زر الجرس على الكل، تدوسوا السبسكرايب الاشتراك واللايك والتعليق يا احلى وارق فراولايه في حياتي. وحشتوني قوي 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 قوي. ممتنه ليكم جدا 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 على المجهود اللي انتوا بتعملوه معايا، جزاكم الله خير عني بجد بجد. ربنا ما يحرمني منكم ابدا 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 ويبارك لي في عمركم بجد. دخلت على الاحصائيات لقيت ناس كتير مشيره الفيديوهات، وفي لايكات، وفي اللي اتفرج عليا من الموبايل، اللي اتفرج عليا من اللابتوب، من تاب، من كل ده كمبيوتر، من اماكن كتير بلاد العربيه. ربنا يجازيكم خير عني يا احلى وارق فراولات في حياتي. بجد فخوره بيكم يعني. جيش ليلى جزاكم الله خير عني، بحبكم قوي قوي قوي. بص بقى، النهارده الفيديو ده قمر بشكل طعم ويفتح النفس. طبعا دي سمنه بلدي. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت بطبع، حابه بقى اعمل كل حاجه بايدي انا. كلمه بتر اللي انا عملتها بتاعه الزبده، انا اللي عاملاها، عملت علبه الزبده اللي ابهرت ناس كتير، ما كلفتش مني حاجه، بتتباع ب 450 550 العلبه فقط يعني. وكمان عملت لزقت كده حاجات حطيتها على السمنه، وهنا كده جبت الليد ده عشان هنظبط بقى ونعمل حركات بقى. ليلى فوزي اللي انتوا عارفينها، ده المكان اللي انا جبت منه الدبل فيس. بس بصراحه انا عايزه اقول لكم ان لفيت بورسعيد كلها يعني، ده احسن حد لقيته عنده. بس عشان اقول لك على حاجه، ما عادش زي الاول بصراحه، ما عادش زي الاول. ده كده الدرج اللي قلت لكم ان انا كنت ظبطته ونظمته معاكم. اول حاجه اشتغلت فيها كان الدرج ده يا بنات. فحبيت ان انا اوريكم الشكل على باستطاعه الاستطاعات، ان انا حطيت ستيكر ابيض تحت ورصات بقى اللي هي المنظمات التركي دي. طيب انا انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا عندي مثلا دقيق وحاجات هنا فيها ونشا ومش عارفه ايه فيها. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ طبعا طبعت الدقيق، وطبعت حاجات كتير جدا اللي انا هستخدمها. فهبدا احط طبعا ده اللي هو دقيق القمح ده. اللهم ذكرني. فكنت حابه ان انا احط كمان في المنظمات يا بنات، او البرطمانات الشفافه، هحطهم طبعا في المكان بتاعي ده هنا. تمام. ليه بقى؟ لان الجزئيه دي انا حبيتها خلاص. وبصوا شكل الستيكر بقى. تسلم ايدك يا لولو والله، همشي منك يا سما. انا بصراحه سما الجندي المجهول اللي كانت بتنزل على طول تعمل لي الحاجه دي. هحط نفس الحكايه برضو النشا، هحط مش عارفه ايه تاني، دقيق الابيض، هحط كمان السكر شجر، هحط حاجات كتير. طب ليه هنا يا ليلى؟ لان المكان ده زي ما انت حتى شايفه في التابلو مكتوب فيها كوك، اللي هو مثلا هنعمل مثلا معجنات، هنعمل مثلا اللي انا بعملها على طول نسيت اسمها، يا نهار ابيض، مش الدوناتس التانيه، سينابون. هنعمل اليال ده المكان اللي هو هنعمل فيه الحاجات الخاصه. فانا يعني مثلا الخبز، التحضيرات. فانا قلت خلاص بما انه كذلك. ده الملح ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. كان عندي كذا كيس ملح، فخلاص حط حبه في هنا وحبه هنا. ده شكل يا بنات الدبل فيس عشان نحط الليد فوق. خلاص. عايزه اقول لكم ان بجد بجد الجوله النهائيه مبهره وما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا تحفه تحفه تحفه، اسعدني. عايزه اقول لكم هنا في البيت بقى يعني، طبعا عملت لهم مفاجاه. قعدت اقول لهم ايه اخدين بالكم في حاجه غريبه؟ فقالوا ده شكل بورتو مش عارفه ايه، ده شكل منظر البورتو مش عارفه ايه يعني. واصلا انا عندي هنا ناس يعني نادرا لما تلمح حاجه، فيعني لمحتها على طول وما شاء الله لا قوه الا بالله بجد. اللهم بارك. المطبخ نال استحسان كل اللي حد شافه يعني. انا سعيده بده. هنعمل مع بعض شويه حاجات، وخلي بالكم الفتره الجايه باذنك يا رب حاجات اللهم بارك اللهم بارك تجنن يعني. شوفوا شكل الحاجه. بصوا انا سعادتي في ايه؟ ان انا حاجه عاملاها بايدي انا يعني. انا اخترت الستيكر، ورحت خليت سما طبعتها لي على انه ستيكر مش عارفه ايه. فكنت سعيده ومبسوطه جدا. سبت اللي هو على الشمال ده كده للمعجنات، لاي حاجه تتحط فيه. هنا طبعا كنا في ساعه السحر، وطبعا حلو قوي انك تبقي عامله جزء من الورد بتاعك في اليوم، فاهماني؟ حلو جدا انك لازم تذكري ربنا. نبدا كده شراكه يوم جديد، ونتكلم مع بعض على ايه الحاجات اللي احنا عملناها في المطبخ، وايه الحاجات اللي انا اضفتها. هتنبسطوا جدا جدا جدا. احلى وقت الوقت بتاع السحر ده يا بنات، بتستغليه بقى في الاستغفار. حاولي تستغفري كتير، صلي على النبي كتير، تقرأي وردك حتى لو حاجه بسيطه على قد ما تقدري. تمام. زي ما احنا شايفين كده، انا حبيت اصور لكم بالنهار كمان وارد على كل التعليقات اللي انا
يعني انا نفسي متخيلاه، يعني انا نفسي متخيله مثلا هتسال في ايه او ايه اللي ممكن اسال فيه. نبدا ونقول بسم الله كده مبدئيا كده. ده بيت جديد انا فيه بقالي سنه، من بعد كومباوند بورتو سعيد، لان في فراولات بينضموا لينا وبقالهم فتره طبعا من القناه اللي قبل كده، فما بيبقوش عارفين ان احنا نقلنا، وفي ناس بيحصل لهم ايرور او لخبطه. في فرق بين البيت هناك وبيت هنا، طبعا ده ستايل ده ستايل، ده الوان دي الوان. المطبخ هنا مفتوح امريكاني، تمام. انتوا عارفين يمكن برضو كان ستايل بورتو سعيد كان برضو مفتوح المطبخ، وما ندمتش ابدا من حته ان انا اجرب فكره الستايل المطبخ المفتوح، ابدا ابدا ما ندمتش حقيقي. بيديكي براح، بيديكي وسع، بيديكي راحه نفسيه، خصوصا لو انت حاطه مثلا شاشه التلفزيون بره، حطها مثلا هتتفرجي، مسلي، بيعمل تواصل بينك وبين عيلتك. على فكره يمكن دي حاجه ما حدش ياخد باله منها، طول ما انت بتغسلي مواعين تبقى شايفاهم بره، حابه تتكلمي معاهم، فاهمه دماغي كده، حابه مثلا تشوفوا بيعملوا ايه، يعني بتتشاركوا الحديث مع بعض، فحلو جدا. ساعات كده بيقفوا مثلا عند البار هنا ويتكلموا معايا وانا شغاله، لا هو حلو. عكس مثلا بيبقى المطبخ مقفول، بتحس ان انتي منعزله خالص عنهم، صح، وتحسي بخنقه او خنقه، وفين وفين مثلا تلاقوا يلا بقى اطلع بره ما اريح. لا، الموضوع اللي هو اللي انا بقول لكم عليه ده بيبقى فيه بجد تواصل. نبدا كده من مدخل المطبخ. على اليمين انا حاطه السبت اللي هو بتاع الغسيل، اللي فيه الغسيل، واللي عليه الورد ده السبت اللي بيتحط فيه الغسيل، وهو بعد كده بعد ما بيتغسل بتلاقي بقى اول ما بتدخلي بعد كده بتلاقي هنا حاطه على اليمين برضو اللهم ذكرني، اللي هي العلبه اللي حاطه فيها الرز، اللي هي خوص، تمام. طبعا التلاجة على اول ما بتدخلي، يا تلاجة تورنيدو، وكنا عملنا ريفيو عنها لما كنا بننضفها، فكان الريفيو كبير جدا. بعد كده طبعا الغسالة، عايزه اقول لك ان الحاجات اللي احلى حاجه في الاجهزه انك لما تجيبيها بضمان. هنا طبعا بالنسبه للطابلو او البرواز ده اللي احنا جبناه من عند بورتو ديكور، واحنا بنقول ان حاجتنا اليومين دول كلها من عند بورتو ديكور. هسيب لكم حاجتهم في اول تعليق مثبت، واستاذه هبه للواتساب. خلاص هنا عملت الجزء الحلو ده، وركزوا بقى في الحته الحلوه القمر دي اللي عليها الصبار، طبعا دي جديده معانا واول مره تشوفوها. رحت سالت يا بنات على يعني برطمان للعسل، فهمتي يا عسل بجد؟ لقيت لك ايه 200 جنيه 300 جنيه، خير ده برطمان عسل، ده العسل نفسه مش من 200 300 جنيه، ماشي. هو حلو بصراحه بامانه، ولو جبته في يوم من الايام هقول لكم، بس جيت يعني انا عندي دي. بصوا انتوا عارفين اللي اول حاجه هو الكوستر يا بنات، الكوستر اللي هو لونه خشبي غامق، دي كوبايه على فكره الازاز. وبعد كده الغطا ده كان غطا براد عندي مش محتاجاه. جبت كمان الصباره لونها هافان عشان تمشي مع الكوستر، ولزقتها فوقيها، وبقى منظره تحفه جدا للعسل. خلاص عايزه اقولك استخدمي للعسل معلقه خشب، عشان ان الستانلس بيضيع قيمه العسل. شوفوا بقى الشكل ده، انا بجد المنظر ده كان جايب لي اكتئاب، اللي انا بوريه لكم ناحيه اللي انا حطيت فيه البديل الرخام، حطيته ورا اهو. طبعا انتوا اللي متابعني كان عارف ان كان باللون الاحمر والكلام ده كله. خلاص هنا كده طبعا التلاجة عملت فيها شويه حاجات حلوه. طبعا عايزه اقول لكم ان التلاجة دي هي حلوه وسوادها حلو، بس عيبها البصمات، يعني دي كانت لسه متلمعه، فعادي البصمات بتاعت الولاد دي انا خلاص ما كنتش بحط لها بالي. يعني كنا عملنا كلمه باتر اللي هو للزبده، وعملنا للسمنه كمان، وعملنا شويه حاجات تحفه 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 حرفيا يعني. خلاص هنا كمان كنت حابه بنات احط اعواد القرفه، بس مش بسيبها كده عشان برضو ريحتها ما تروحش، المفعول بتاعها ما يروحش، بس حابه انا احطها وانا بصور او وانا بشتغل. بص مش عارفه افهمها لكم ازاي، بحب ريحتها قوي وبحب اشوفها، وبحب اشوف اعواد القرفه نفسها. معرفش بحس بانبساط يعني، فمش عارفه هي دي حاجه نفسيه ولا ايه. تمام هنا كده ده الديسبنسر بتاع الصابون بتاع اللي هو الواتش اللي هو الغسيل، وبتاع الهاند اللي هو الصابون السائل، وبتاع الشاور اللي انت بتغسلي ايدك بعد الكلام ده. هنا كده عملنا مع بعض القمر دون، مش عارفه اسميها ايه لغايه دلوقتي، بس هنقول ايه البلوره، اي حاجه شوفوا لنا اسم ليها. طبعا كل حاجات من دي اعاده تدوير كتير. السؤال اللي سالته يا ليلى علشان البراويز دي بس من عند بورتو ديكور، وانا اللي طبعت عليها الطباعه دي. اللي سالوني المطبخ يا ليلى الرخامه دي ايه،
فانا مش عارفه سؤالك كان قصدك على الجالاكسي السوداء ولا قصدك لما انا حطيت ايه اللي هو اللهم ذكرني اسمه ايه، الاستيكر الابيض. هنا حبيت اخدكم جوله كده جوه الدولاب. ده كده اول رف على الشمال في الاطباق اللي بحتاجها، وتتكي على كلمه بحتاجها. انا دلوقتي ما بعملش غير الحاجات اللي انا بحتاجها تبقى قدام ايدي. كمان عندك طقم الشاي اللي هناك البيبي بلو، هنا كمان طقم شاي تاني، شايفين الفناجين وجمالها. الطقم اللي هو اللون المنت ده حاطاه في النص. هنا الحاجات اللي عندي البايركس، عندي برضو باقي البرادات اللي انا بستخدمها. كل الحاجه اللي مش بستخدمها عندها، انا مش عايزه اعمل لا دوشه ولا زحمه. هنا طبعا عندي الفناجين، عندي البولات، عندي الطقم اللي هو بتاع العشاء الموف. يعني الحاجات اللي انا بستخدمها في تنسيق السفره، الحاجات اللي انا بستخدمها في الفطار عندي في الكلام ده. هنا طبعا خصصت الدرج ده كده، دي طبعا جميع المنظمات الخشب الاكريليك، وكمان المنظمات الازاز. شوفوا بقى الطقم القمر ده اللي هو شكل الميكي ماوس، شكل الشفايف والاصفر ده، ان شاء الله هعمل لكم بيه حاجه حلوه اول الفتره الجايه. هيعجبكم جدا جدا جدا. هنا كمان حبيت احط ناحيه المكان، هنا انا اصلا اللي مختاره الجزئيه دي كده بالشكل ده. خلاص هنا كده كان الحوض بقى مطرح شويه حاجات، فحبيت ان انا انجز معاكم. بصوا هنا كده المكان ده حطيت فيه الحاجات اللي هي البلاستيك اللي هي المنظمات التركي. طبعا هنا حطيت الكاسات اللي انا بستخدمها، الاطقم بتاعه الاطباق اللي انا بستخدمها. على الشمال هنا اول درج، طبعا كل ده احنا عاملينه مع بعض. طبعا كل الاجهزه دي طبعا نزلت الفتره اللي فاتت، ونزلت واتلمعت وزي الفل زي ما انتم شايفين، كل حاجه حرفيا بتبرق. على فكره لسه هنضف بقى عشان في تنظيفه جامده جدا بالبخار للمطبخ، البوتاجاز، الاماكن دي هتنبسطوا جدا من الحكايه دي. خصصت الجزء اللي تحت ده بنات للستانلس، جميل، اللي هي الحلال بتاعتي، مقلايه، معرفش ايه الكلام ده. خلاص على فكره عايزه اعمل لكم ان شاء الله قبل وبعد، انا عايزه اوريكم انا بالقدر كده، لان انا بقالي سنه فجات لي مع الذكريات من سنه لما دخلت الشقه دي. فاكرين يا بنات لما دخلت الشقه دي وكانت ازاي وبقت ازاي؟ عارفين اللي هو عايزين نعمل ترند، كيف كانت كيف صارت. والله العظيم ببص كده يا بنات على الفيديو قلت سبحانك يا رب، بجد بجد اللهم لك الحمد يا رب. انا تعبت جدا بجد في التنسيق بتاع المطبخ، في كل حاجة، في كل نقطة، في كل شيء. ففعلا لا يعني المجهود بجد كان واضح لكل اللي بيدخلوا، واضح لفراولاتي، واضح للناس الجداد اللي معايا. بلاقي تعليقات في كل جميع المنصات الوسائل التواصل الاجتماعي، حتى الناس اللي هم مش فراولات اصلا اللي بيشوفوا الفيديو اول مره او الكلام ده. فبلاقي ببص الاقي الناس مبسوطه، بلاقي تعليقات حلوه قوي بصراحه بتساعد الواحد وتشجعه انه فعلا يقدم احسن حاجه عنده. وبجد يا بنات انتوا ليكم مذاق خاص يعني في حياتي طبعا، يعني طبعا ليا صديقاتي وطبعا ليا الناس اللي بحبها في جميع مواقع التواصل، بس هي فراولات اليوتيوب او اخواتي هنا في البنات هنا ليكم مذاق خاص، ليكم طبع خاص في حياتي. يعني انتوا ليكوا غلاوه معينه، على فكره مش بهزر والله. عارفين الغلاوه دي واصله لايه بجد؟ والله مش هتصدقوا ان انا استحاله بذكركم، لازم اذكركم في كل مثلا لما اجي ادعي، يعني مثلا ادعي مثلا الناس اللي بحبها واقول من ضمنهم متابعاتي في القناه او فراولاتي. يعني انا بضمكم والله العظيم، لان بجد في محبه جوايا ليكوا، يعني هي دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. بحسكم لان اولا انتوا ما بتشوفونيش، ما تعرفوش شكلي عشان انا منتقبه، غير ان انتم التواصل بتاعكم زي ما انتم شايفين مش محتاجين مني حاجه، مفيش اي حاجه، يعني مفيش اي حاجه، يعني مفيش مصلحه، مفيش اي حاجه خالص، غير ان انتم ناس بتتواصلوا معايا وحبكم ليا انا ببقى لامسه، بدون ان انا ما اقدملكوش غير يعني حاجه من انا مثلا بديكي ايجابيه، بديكي فكره، بديكي حماس، بديكي مش عارفه ايه، يعني حاجات برضو يعني. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان دي مسؤوليه على قد ما هي كده، على قد ما هي مسؤوليه كبيره. انا بقعد مع نفسي كده ان لازم الحاجه تليق بالفراولات اخواتي، يعني صديقاتي وحبايبي، فلازم حاجه تليق بيهم، فاهمه؟ لان الناس اللي عارفه لما بتوصلي لحب معين من الناس لازم بتفضلي على نفس المستوى ده، ما يتغيرش ابدا. او يعني ان كنت هتتحدي حد في الدنيا هتتحدي نفسك انك تكوني افضل، علشان الناس اللي بتحبك، علشان الناس اللي بتدعمك، علشان الناس اللي مؤمنه بيكي. وعايزه اتك على مؤمنه بيكي دي، لان بجد 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 بشكر فراولاتي ليه. المره اللي فاتت برضو كنت اتكلمت في الفيديو ان الناس دي مؤمنه بيا حتى في عز اصعب ايامي اللي انا كنتش بقدر اقدم فيها حاجه، يعني اهو فيديو خلاص، فاهمه؟ والله العظيم الناس دي كانت مؤمنه بيا لدرجه ان الناس دي ما حسستنيش ان هي مثلا متضايقه او كده من الفيديوهات، وكانت بتستحمل، وكانت والله بتتعامل معايا مع الفيديوهات كانه اروع فيديو في الدنيا.
وانا عارفه ان انتوا بتشوفونا، اصل عيون المحب بتبقى معروفه يعني، فاهمه؟ بتبقى معروفه وبتبقى واضحه وبتبقى باينه يعني. وانا التعليقات بتاعتكم بتوصل لي جدا، احساسكم بيوصل لي، دعواتكم، حاجات كتير جدا جدا، ربنا يجازيكم خير عني بجد يعني. مميزين في حياتي بصراحه، حد مميز جدا جدا في حياتي. وجوده حلو، وجوده جميل، وجوده مريح، وجوده بيدي طاقه، وبيدي يحسسك انت عايزه تعملي انتاجيه اكتر، عايزه تبذلي اكتر حاجه عندك. عارفه بتحبي حد وبتسمعي منه كلام لطيف، بتحبي تظهري احلى حاجه عندك ليه حقيقي يعني. ربنا يا رب يديم ما بيننا. وبجد بجد انا سعيده جدا بالجوله، مش قادره اوصف لكم جدا جدا جدا. هنا بقى كان عندي بقى بديت شويه حاجات، حطيت بقى شويه حاجات كده للثلاجه، طبعا احنا كنا مظبطينها، بيض والجبن حطيت الجبن هنا، هي بتاعت كوكيز بس انا قلت خلاص مش مشكله احطها فيها. هنا كده جبت بقى الزيتون، حبيت احط في الازاز، على فكره الحاجات الازاز بفضلها اكتر بنات جدا. برضو كان عندي هنا عسل وكل حاجه محطوطه يعني، فاهمه قصدي. كمان العسل حطيته برضو في بتاعته ده كده. حبيت احضر كده بقى الفطار، فطار قمر كده وشيك، وعارفين بقى تبقي مبسوطه ومزاجك حلو، تعملي احلى حاجه عندك. الطبق اللي هو على شكل الفرع ده الابيض ده قمر قوي، حبيته جدا جدا جدا. حطيت كمان الزبادي، البيض، والدنيا بصي لطيفه وخفيفه وحلوه جدا. التقديم ده مهم جدا، بيدي شكل جمالي، بيريح النفسيه. مش قادره اقول لك انت بتبقي قاعده مبسوطه والله بجد. انا قاعده على الفطار سعيده جدا. دخلنا كده بقى، طبعا اتحمست خلاص، حاسه بقى الدنيا حواليا زي الفل، فبدات بقى مش قادره اقول لك مسكت التويلت ده. جبت انا اصلا بشتري الكرور يا بنات، ما كنتش بشتري الماركات، بقيت بشتري الخام اللي هو بتاع الراجل اللي هو بتاع العطار ده، ما شاء الله بجد اللهم بارك، تحفه، اللي هو القلوب اللي عند العطار. فبجيب الحبه دول، البرطمان ده ب5 جنيه. هنا بقى عايزه اقول لك ان كل ده اتغسل، كل ده اتشال، كل ده اتغسل حرفيا، ما سبتش فتفوته في التويلت الا لما اتغسل. كل المنظمات، كل الورد، كل الفروع، كل بتوع الاسنان، فرش كل ده، كل اي حاجه تتخيلها اتغسلت هنا. المنظمات وكل ده، وكل ده انا شفته بقى تاني، ورجعت تاني الشامبو. قلنا الشامبو ده من عند سمر ضياء، وعملنا لها ريفيو جميل جدا. هنا برضو كده فلما انا بقى خلصت وخليت بجد بجد التويلت فل، اتشجعت طبعا. انتوا عارفين السجاده دي هحطها في المطبخ. هي اي نعم انا حاطه الكليم، بس انا حبيت احط دي اكتر. ده اللي استخدمته يا بنات، انا مش عارفه هو مقطع ولا لا، اللي هو الاوكسي ده. بس عايزه اقول لك ان انا يعني عملت حبه كتار وجبت بتاع التوفير ده، مش قادره اقول لك يعني نصها عملت معايا اللي اسمها ايه، عملت معايا المشايه. حطيت كمان ربع الازازه بتاعت الكلور بصي، وحطيت ميه وفي الجردل، يعني انا ما خدتش حاجه، ما كلفتش الموضوع. اتفرجي بقى على الرغوه اللهم بارك طبعا. ومش قادره اقول لك الريحه. انا عايزه اقول لك ان السجاده دي سبتها بقى تتصفى، انا ما بشطفش على طول، ما بشطفش على طول، بسيبها يعني مع نفسها بالرغاوي فتره علشان تنضف تبقى فله، وبعد كده تاني يوم او يعني بعدها بكام ساعه كده اشطفها، مفيش مشكله عندي خالص. عايزه اقول لك ان حرفيا نازل منها ده اسود على فكره، نازل هو حوالين كده بعد ما انا كنت خليت التويلت زي الفل. بصي ده كده نازل من من المشايه. عايزه اقول لك ان البيت كله ريحته اتقلبت، البيت كله ريحته فل، مش قادره اوصف لك. عايزه اقول لك ان ريحه التويلت بتفضل لتاني يوم بجد، ما بهرجش. وكل اللي بيدخل على فكره بيميز الموضوع. يعني مثلا ابص الاقي الولاد يقولوا لي ماما تسلم ايدك بجد، يعني انا بعمله على طول وكل حاجه، بس بصي المره بتاعت الكلور بالحاجه لا بيحسوا الفرق، يعني بيحسوا اكتر يعني. لان بلاحظ ان المسحوق ده بنات او البتاع ده بيقعد فتره كبيره في التويلت، مش عارفه ليه، يعني بحس ان ريحته ظاهره. رجعلي كده كل حاجه مكانها، ما عادش كده غير عندي بس الفوطه. هنا المشايه هي حطها كده على جنب بتتصفى مع نفسها، حتى بدات تنزل الحاجات الغامقه. ظبطت التويلت وخلاص. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.